السلام عليكم ورحمة الله. اليوم معنا ربما أسعد شخص يعني في الوفد الرياضي الجزائري، رئيس الاتحاد الجزائري لرياضة المعاقين سيد أحمد العسري. 6 ميداليات ذهبية، 5 برونز، إنجاز تاريخي رياضة المعاقين الجزائري هنا في باريس. واش قلنا على الحصيلة العامة لرياضة المعاقين الجزائري؟ والله قبل ما نتكلم على الحصيلة يعني ربما الشيء الإيجابي اللي قمنا به أن وفرنا كل إمكانيات الرياضيين في هذه الفترة. كانت مهمة مش سهلة يعني. كرئيس وفد لقينا بعض الصعوبات، ولكن الحمد لله يعني بفضل الخبرة وكل الطاقم اللي كان مرافق معنا يعني قدرنا نواجه كل الصعوبات. هذا اللي ما ادى الى ارتياح الرياضيين تاعنا والتركيز في المنافسات. الحمد لله يعني 6 ميداي دور ما راهش يعني سهل. هذا دليل ان قاطع فيه كان فيه عمل جاد سواء من المدربين او الرياضيين. ان نهنيهم ونهدي هذا النجاح يعني الشعب الجزائري والجاليه الجزائريه اللي كانت حاضره بقوه معنا هنا في باريس. الحمد لله يعني 6 ميداليات ذهبيه في مختلف الرياضات، يعني العاب القوى، باور ليفتينغ، باراكاناوي، الجيدو. يعني هذا دليل انه فيه توازن ما بين الرياضات، وهنا لازم نخموا على رياضات اخرى جديده اللي تقدر تزيد دعم الرصيد وعدد الميداليات في الجزائر. صراحة كنت تنتظر هذا العدد من الميداليات الذهبية 6؟ شوف والله نكون صريح معكم، كنت ننتظر اكثر من 6. في بعض الرياضيين يعني اول تجربه يعني ربما ما نلومهمش، ولكن نقص الخبره. ils ont raté des médailles sûres، ولكن معليش فيه منافسات اخرى ربما يستدركوا التاخير هذا. وشنو الميداليه اللي فاجاتك انت شخصيا؟ انا ميداليتين فاجئوني. سي لا ميداي تاع الجودو، فريمون سيت اون سوربريز، خاصة أن الرياضي بوعامر يعني رياضي متواضع وخدم يعني في خلال سنة قدر يفرض نفسه. ولا ديرنيير ميداي تاع الباراكاناوي فريمون جات في يوم اللي كان يوم انتخاب يعني تبقى في التاريخ، ورياضي يعني متواضع وعمل ونجح. وجو تيان فيليسيتي لا فيديراسيون سبيسياليزي اللي هو ربما التحقوا بهذا النوع من الرياضه، خلاه يدعم الرصيد الجزائر في الميداليات. باش كون نعطيو كل حقه، كان محمد بن رحال اشتكى يعني من الكرسي المتحرك يعني ديالو. واش تقولنا في النقطه هذه؟ شوف احنا عارفين المشكل تاع الكرسي، يعني باش ندوموندي ان فوتوي رولون في خلال 6 شهور امبوسيبل. ديجا الرياضي لو كان يكون ذكي خلال 6 شهور تجيب ان فوتوي، يفو يلعب ان فوتوي قديم ما يريسكيش يلعب ان فوتوي جديد، لازم يوالفوا. حنا درنا كل مجهود باش نجيبوا ان فوتوي للفراحات، ولكن لو مونك دو ماتيريال سور لو مارشي الجيريان هو اللي عرقلنا باش نجيبوا لي فوتوي. ولكن انا عاوناه في لي بياس دو ريشونج وقلنا له اشري لي بياس وحنا نرومبورسي لك. في يومين انا تفاجات التصريح تاعو، قلت كان يقول لي راني مليح راني موتيفي، ولكن ما نقولش باللي الناس تتخبى مور اني شك. ولكن معليش الله شاهد على ما ان شاء الله راح يتحل الاشكال تاعو هذا على كل. لا والله شوف انا قلت لك كانت في النيه صالحه مع الوزاره الشباب والرياضه مع الاتحاديه افيك كيلكو فورنيسور، يعني مأكد لك اتصلنا بهم قالوا لنا نقدر نجيبوا لكم، ولكن هذا ما راش امر يعني اللي انا نتحكم فيه. لو فورنيسور ربما في اخر دقيقه ما قدرش يجيب لا بياس دو ريشونج. حنا دوك ندخلوا للجزائر اون با دوموندي دي كونت، ومن بعد حنا نوضحوا يعني نعطوا الحقائق فيما يخص هذا الميدان. كلمة أخيرة. أولا الجالية الجزائرية هنا في باريس اللي ساندتكم طوال فترات الألعاب، وكلمة للشعب الجزائري. والله يعني الجالية الجزائرية هنا بباريس يعني كانت واقفة طيلة هذه الفترة المنافسات، هم مشكورين على ذلك. يعني حضورهم خلاو الرياضيين تاعنا يحسوا أنهم في البلد الجزائر. هذا زاد حفزهم وخلى ربما ينقص الضغط اللي كان على الرياضيين. لا ما ننساش بالطبع الشعب الجزائري والاعلام وكل المفاعلين في الصحف في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا اللي فريمون كانت هبه
ضجه اعلاميه قويه اللي زادت ربما عرفت برياضه المعاقين وعرفوا بالرياضيين تاعنا. الف شكر لك، وان شاء الله نتلاقى في انجازات اخرى. شكرا لك، بارك الله فيك، شكرا.